نشوف الفراخ كيف نعرف انه كما تلاحظون نحن لا ننظف الأعشاش حتى نرى البراز بشكل جيد، وأمسك الفرخ وأشوف منطقة البطن. كما تلاحظون أن منطقة البطن لا يوجد أي مشكلة بهذا الفرخ. أيضا كما تلاحظون لا يوجد أي مشكلة، أي إحنا من خلال البراز ما ننظفها. نشوف الآن فراخ أخرى. شوف هون الفراخ كما تلاحظون العش وسخ والفراخ قاعد ينزل. كما نلاحظ 5 فراخ، واحد على المجسم. نلاحظ كما تشكرون البراز طبيعي، لهذا السبب احنا ما ننظف العش حتى نلاحظ البراز بشكل اذا كان الطيور مريضة او لا، او البراز غير طبيعي او لا. كما تلاحظون هون ايضا كما تلاحظون، هون ايضا تلاحظون. وبهذه الطريقة نشوف الفراخ ايضا. طلع فرخ، شوف هذا الفرخ كما تلاحظون. والآن أهم شيء الآن أن أنت قريبا لازم تبيض مرة أخرى، ونشوف هذا الذكر إن كان مشحم أو لا. وهذا هنا نعرف التغذية إذا كان سليمة أم لا. كما تلاحظون هذا الذكر ليس عنده أي تشحم من غير أي. نمسك هذا الذكر أيضا هون ونشوف. طبعا أنا لا أمسك باليد اليسرى الطيور، دائما بيد اليمنى، لكن أنا ماسك. نشوف هذا الذكر الآن إذا كان مشحم أو لا. إنه أيضا غير مشحم كما نلاحظ. عنده الفراخ، شوف ذكر آخر عنده الفراخ. نمسك هذا الذكر أيضا ونشوف إذا كان عنده تشحم أو لا. طبعا إذا كان عنده تشحم هذا يعني نظام غذائي غير صحيح. كما نلاحظ لا يوجد أي تشحم. وشكرا.